العصفور الذهبي وبنت الحطاب. في قرية صغيرة محاطة بالغابات الكثيفة، كانت تعيش فتاة تدعى ليل، ابنة الحطاب. كانت ليلى تحب استكشاف الغابة، وفي أحد الأيام، بينما كانت تجمع الحطب، سمعت صوتا غريبا. اقتربت بحذر لتكتشف عصفورا ذهبيا جميلا محاصرا في شباك الصيادين. قررت ليلى مساعدته. بعد جهد كبير، تمكنت ليلى من تحرير العصفور الذهبي. طار العصفور عاليا في السماء، ثم عاد ليقف على كتف ليل. شكرها العصفور وأخبرها أنه يمكنه منحها أمنيات 3. كانت ليلى مترددة، لكنها قررت أن تستخدمها بحكمة. أول أمنية كانت لأسرة سعيدة وصحية. في صباح اليوم التالي، وجدت ليلى عائلتها في أفضل حال. أما الثانية، فكانت لمنزل جميل يليق بهم. لكن ليلى كانت تفكر في الأمنيات الأخرى، وتريد شيئا أكبر. بينما كانت ليلى تفكر، جاء العصفور ليخبرها بأن هناك خطرا يهدد القرية. كان هناك ساحر شرير يريد السيطرة على الغابة. قررت ليلى أن تستخدم أمنيتها الأخيرة لحماية قريتها. استعدت ليلى والعصفور لمواجهة الساحر. في قلب الغابة، وجدوا الساحر الذي كان يخطط لاستخدام قوى الظلام. استخدمت ليلى ذكاءها وشجاعتها لمواجهته، بينما ساعدها العصفور بقواه السحرية. اندلعت معركة شرسة بين ليلى والساحر. استخدم الساحر تعاويذة، لكن ليلى كانت مصممة على إنقاذ قريتها. في لحظة حاسمة، أطلق العصفور شعاعا من الضوء، مما جعل الساحر يضعف. بفضل تعاون ليلى والعصفور، تمكنوا من هزيمة الساحر. هرب الساحر، ووعد بالانتقام. عادت ليلى إلى قريتها كبطلة، واحتفل الجميع بنصرها. لكن بعد فترة، بدأت أحداث غريبة تحدث في القرية. اختفت الحيوانات، وظهرت علامات غريبة في الغابة. أدركت ليلى أن الساحر لم يهزم بالكامل، وأنه كان يخطط لشيء أكبر. قررت ليلى والعصفور الذهبي البحث عن حل. سافرا إلى الجبال بحثا عن حكيم قديم يعرف أسرار السحر. بعد رحلة طويلة، وجد الحكيم الذي أخبرهم بأن الساحر قد صنع تعويذة قوية للانتقام. مع المعلومات التي حصلوا عليها، عادت ليلى والعصفور إلى قريتهم. استخدموا كل ما تعلموه لإبطال التعويذة. في النهاية، استعادت القرية سلامها، وعادت الحيوانات. أصبحت ليلى صديقة للعصفور، وأصبحوا يواجهون التحديات معا، ويعيشون مغامرات جديدة. بعد استعادة السلام في القرية، شعرت ليلى بأنها بحاجة إلى معرفة المزيد عن السحر وكيفية حماية قريتها. قررت العودة إلى الحكيم. بينما كانت في الطريق، دار حوار بينها وبين العصفور. قالت ليل: هل تعتقد أن الساحر سيعود مرة أخرى؟ قال العصفور: الساحر قد يكون ضعيفا الآن، لكن الشر لا يموت بسهولة. يجب أن نكون مستعدين دائما. قالت ليل: ماذا نفعل إذا عاد؟ قال العصفور: علينا أن نتعلم من الماضي ونستعد للمستقبل. المعرفة هي قوتنا. عندما وصلوا إلى الحكيم، استقبلهم بابتسامة. قال الحكيم: مرحبا بكما يا ليلى والعصفور الذهبي. لقد سمعت عن شجاعتكما.
قالت ليل: نحتاج إلى مساعدتك. نريد أن نتعلم كيف نحمي قريتنا من الساحر الشرير. قال الحكيم: لكي تحموا قريتكم يجب أن تتعلموا عن السحر الأبيض. هناك طقوس يجب القيام بها. بدأ الحكيم بتعليم ليلى والعصفور كيفية استخدام السحر الأبيض. كانت الطقوس تتطلب التركيز والإيمان بالقوة الداخلية. قال الحكيم: تذكروا، القوة ليست فقط في السحر، بل في النية الصادقة. عندما تكون نيتكم خالصة، ستحصلون على القوة الحقيقية. بعد عدة أسابيع من التدريب، شعرت ليلى بأنها مستعدة. عادت إلى قريتها مع العصفور، وقررت تنظيم اجتماع مع أهل القرية. قالت ليل: أهلي الأعزاء، لقد تعلمت الكثير. يجب أن نكون مستعدين لأي خطر قد يأتي. قال أحد القرويين: لكن كيف نحمي أنفسنا؟ قالت ليل: معا يمكننا استخدام المعرفة التي اكتسبناها. علينا أن نكون متحدين. بدأ أهل القرية في التحضير. قاموا ببناء دروع سحرية وزرعوا الأعشاب التي تعلموها من الحكيم. في تلك الأثناء جاء خبر بأن الساحر عاد. قال العصفور: يبدو أنه حان وقت المواجهة. قالت ليل: علينا أن نكون شجعانا. لن نسمح له بإيذاء قريتنا مرة أخرى. في الليلة المظلمة، اقترب الساحر من القرية. استخدم ليلى والعصفور كل ما تعلموه لمواجهته. بدأت المعركة، وكانت الأجواء مشحونة بالتوتر. قال الساحر: أيتها الفتاة، لم تتعلمي شيئا. سأستعيد سلطتي. قالت ليل: لن نسمح لك بذلك. نحن متحدون، وقوتنا أكبر من سحرك. استخدمت ليلى والعصفور قواهما معا. أطلقوا شعاعا من النور، مما جعل الساحر يتراجع. لكن الساحر لم يستسلم بسهولة. قال الساحر: لا أصدق أنكم تظنون أنكم ستنتصرون. قال العصفور: الإيمان والقوة تأتي من القلب، وليس من السحر. بفضل إيمانهم ووحدتهم، تمكنوا من هزيمة الساحر. اختفى في ضباب كثيف، وأصبح السلام يعود إلى القرية. قالت ليل: لقد فعلناها. لكن يجب أن نتذكر دائما أهمية التعاون. اجتمع أهل القرية للاحتفال بالنصر. كان الجميع ممتنين لليلى والعصفور. قال أحد القرويين: لقد علمتنا درسا عظيما. القوة في الوحدة. قالت ليل: نعم، ومعرفة الحكيم كانت مفتاح انتصارنا. عادت الحياة إلى طبيعتها في القرية. استمرت ليلى والعصفور في تعليم الأطفال دروس الشجاعة والتعاون. قالت ليل: كلما كنا متحدين، نستطيع مواجهة أي تحد. لنحافظ على قريتنا ونبني مستقبلا أفضل. تعلمت ليلى أن الشجاعة، التعاون، والمعرفة هي الأسلحة الحقيقية ضد أي شر. وعاشت مع العصفور الذهبي مغامرات جديدة، دائما مستعدة لمواجهة أي تحد. بعد انتصارهم على الساحر، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في القرية. ومع ذلك، كانت ليلى تشعر بقلق عميق. قالت ليل: على الرغم من أننا هزمنا الساحر، أشعر أن هناك شيئا مفقودا. قال العصفور: ماذا تعنين؟ قالت ليل:
يبدو أن النصر لم يحل جميع مشاكلنا. يجب أن نتأكد من أن السلام دائم. قررت ليلى العودة إلى الحكيم للحصول على نصيحة. عندما وصلت، وجدته يجلس في حديقة مليئة بالأعشاب السحرية. قال الحكيم: أهلا بك، ليل. أرى في عينيك قلقا. قالت ليل: نعم، لقد هزمنا الساحر، لكنني أشعر أنه لا يزال هناك خطر. ماذا يمكننا أن نفعل؟ قال الحكيم: السلام يتطلب العمل المستمر. يجب أن تعملي على تعزيز روابط القرية وتثقيف الناس عن السحر. عادت ليلى إلى قريتها وعقدت اجتماعا مع أهلها. قالت ليل: علينا أن نكون أقوى معا. سأقوم بتنظيم ورش عمل لتعليم الأطفال عن الشجاعة والمعرفة. قال أحد القرويين: فكرة رائعة، ليل. المعرفة هي السلاح الأقوى. بدأت ليلى بتنظيم ورش عمل. كانت تعلم الأطفال عن الطبيعة والسحر الأبيض. قالت ليل: تذكروا، المعرفة ليست مجرد معلومات، بل هي قوة. كلما تعلمنا أكثر، أصبحنا أقوى. بينما كانت القرية تنمو في قوتها، عاد الساحر مرة أخرى، هذه المرة مع قوى جديدة. اقترب من القرية في ظلام الليل. قال الساحر: أيتها الفتاة، لقد كنت مشغولة بتعليم الأطفال، لكنني عدت لأخذ ثأري. استعدت ليلى والعصفور لمواجهة الساحر مرة أخرى. لكن هذه المرة كانت القرية مستعدة. قالت ليل: نحن هنا لنحمي قريتنا. لن نسمح لك بإيذائنا مرة أخرى. قال الساحر: أنت مجرد فتاة، لا يمكنك مواجهة قوى الظلام. بدأت المعركة، لكن ليلى لم تكن وحدها. الأطفال الذين تعلموا منها وقفوا بجانبها. قال أحد الأطفال: نحن معك، ليل. قال العصفور: تذكروا، قوتنا في وحدتنا. استخدمت ليلى والعصفور كل ما تعلموه. أطلقوا شعاعا من النور، مما جعل الساحر يتراجع. قال الساحر: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ قالت ليل: الإيمان والأمل يمكن أن يهزم أي شر. بفضل قوة التعاون والمعرفة، تمكنوا من هزيمة الساحر مرة أخرى. اختفى في ضباب كثيف، لكن هذه المرة كان الدرس واضحا للجميع. قالت ليل: لقد تعلمنا درسا عظيما. لا يمكننا الاعتماد على القوة وحدها، بل يجب أن نكون متعلمين ومتحدين. بعد المعركة، استمرت ليلى في تعليم الأطفال، وأصبحوا جميعا حماة للقرية. قالت ليل: دعونا نعمل معا لبناء مستقبل أفضل. المعرفة والشجاعة هما مفتاح النجاح. بعد انتصارهم على الساحر، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في القرية. ومع ذلك، كانت ليلى تشعر بقلق عميق. قالت ليل: على الرغم من أننا هزمنا الساحر، أشعر أن هناك شيئا مفقودا. قال العصفور: ماذا تعنين؟ قالت ليل: يبدو أن النصر لم يحل جميع مشاكلنا. يجب أن نتأكد من أن السلام دائم. قررت ليلى العودة إلى الحكيم للحصول على نصيحة. عندما وصلت، وجدته يجلس في حديقة مليئة بالأعشاب السحرية. قال الحكيم: أهلا بك، ليل. أرى في عينيك قلقا. قالت ليل: نعم، لقد هزمنا الساحر،
لكنني أشعر أنه لا يزال هناك خطر. ماذا يمكننا أن نفعل؟ قال الحكيم: السلام يتطلب العمل المستمر. يجب أن تعملي على تعزيز روابط القرية وتثقيف الناس عن السحر. عادت ليلى إلى قريتها وعقدت اجتماعا مع أهلها. قالت ليل: علينا أن نكون أقوى معا. سأقوم بتنظيم ورش عمل لتعليم الأطفال عن الشجاعة والمعرفة. قال أحد القرويين: فكرة رائعة ليل. المعرفة هي السلاح الأقوى. بدأت ليلى بتنظيم ورش عمل. كانت تعلم الأطفال عن الطبيعة والسحر الأبيض. قالت ليل: تذكروا، المعرفة ليست مجرد معلومات، بل هي قوة. كلما تعلمنا أكثر، أصبحنا أقوى. بينما كانت القرية تنمو في قوتها، عاد الساحر مرة أخرى، هذه المرة مع قوى جديدة. اقترب من القرية في ظلام الليل. قال الساحر: أيتها الفتاة، لقد كنت مشغولة بتعليم الأطفال، لكنني عدت لأخذ ثأري. استعدت ليلى والعصفور لمواجهة الساحر مرة أخرى. لكن هذه المرة كانت القرية مستعدة. قالت ليل: نحن هنا لنحمي قريتنا. لن نسمح لك بإيذائنا مرة أخرى. قال الساحر: أنت مجرد فتاة، لا يمكنك مواجهة قوى الظلام. بدأت المعركة، لكن ليلى لم تكن وحدها. الأطفال الذين تعلموا منها وقفوا بجانبها. قال أحد الأطفال: نحن معك ليل. قال العصفور: تذكروا، قوتنا في وحدتنا. استخدمت ليلى والعصفور كل ما تعلموه. أطلقوا شعاعا من النور، مما جعل الساحر يتراجع. قال الساحر: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ قال ليل: الإيمان والأمل يمكن أن يهزم أي شر. بفضل قوة التعاون والمعرفة، تمكنوا من هزيمة الساحر مرة أخرى. اختفى في ضباب كثيف، لكن هذه المرة كان الدرس واضحا للجميع. قالت ليل: لقد تعلمنا درسا عظيما. لا يمكننا الاعتماد على القوة وحدها، بل يجب أن نكون متعلمين ومتحدين. بعد المعركة، استمرت ليلى في تعليم الأطفال، وأصبحوا جميعا حماة للقرية. قالت ليل: دعونا نعمل معا لبناء مستقبل أفضل. المعرفة والشهامة. تعلمت ليلى أن النصر ليس نهاية المعركة، بل بداية جديدة. ومع العصفور الذهبي، استمرت في نشر الحكمة والشجاعة بين أهل قريتها، لتظل دائما مستعدة لمواجهة أي تحد في المستقبل. انتهت القصة.